سلام المسيح. تحريف القرآن بالدليل والبرهان من أمهات الكتب. كتاب فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك، جزء السابع، طبع دار الكتب العلمية، صفحة 208. وذكر عبد الرازق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يراها حلالا حتى الآن، وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. كان بيقرأ في سورة النساء 24 فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. خليكم مركزين. مين اللي كان بيقرأ كده؟ كان بيقرأ القراءة دي علي بن حسين وابن جعفر وسعيد بن الجبير وإلى آخره يعني. طيب في القرآن الحالي برواية ورش، برواية حفص ورش يعني، مكتوبة إيه في سورة النساء 24؟ فما استمتعتم به منهن، فما استمتعتم به منهن. وابن عباس كان بيقرأ إلى أجل مسمى، والأجل هو مدة انقضاء الشيء. فهل الرسول وكان بيقرأها إلى أجل مسمى ولا كان بيقرأها بدون أجل مسمى؟ ننتظر الإجابة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الشبهة من أتفه الشبه، لأنه لو راجع أي عالم مسلم راح يقول له أنه إلى أجل مسمى هذه منسوخة. كان حكم زواج المتعة في الإسلام مباح ولكن حرم، فالآية إلى أجل مسمى نسخت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالحكم حق إلى أجل مسمى نسخ بإجماع العلماء، ولكن أنت يعني للأسف تافه ما تقرأ. نفس نظامها نظام آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجما كل منهما البتة. نفس نظامها، لكن الآية هذه نسخت. عندي أنا في القناة تبعي، شوف القناة موجود فيها مخطوطات للقرآن من زمن الرسول إلى الآن نفس ما هي، فهذا مدلس. ولكن لو هيمشي على هذا المعيار فكل مخطوطات الكتاب المقدس تختلف عن كتابه الحالي. فإذا هو متقبل أنه كتابه محرف على هذا المنوال كتابه حرف، لأنه هو ما عنده أشياء منسوخة. إحنا اللي عندنا آيات منسوخة، وإحنا عندنا الأشياء اللي نسخت في زمن الرسول نسخت. يعني في زمن الرسول نسخت تلك الآية أمام الرسول، إذا الرسول أمر بنسخها، لذلك لم تكتب في زمن الرسول. فالآيات اللي بتنطق هذه مثل الشيخ والشيخة وإلى أجل مسمى نسخت، لذلك هي ليست مكتوبة في المخطوطات التي كانت عند الرسول. هذه المخطوطات ليس فيها الآيات المنسوخة، ولا في أي مخطوطة للقرآن من زمن الرسول فيها آيات منسوخة. أما كتابه فاللي في زمن نبيه طبعا ما هي موجودة المخطوطات، في مخطوطات بعدها فيها كلام، نشوف بعدها المخطوطات تطلع محذوف منها كلام وفي زيادة عليها كلام، واللي الآن معانا بلاوي سرقة يعني محرفة. يعني الآن لما بيكون في نص في كتابك في المخطوطات القديمة موجود النص في المخطوطات الحالية مو موجودة، فهذا يعني شخص تافه. في كتاب اسمه من مؤلف كتاب النصارى، هذا الكتاب تلاقوه على مكتبة نور فيه أدلة تحريف كتابهم. أما إحنا عندنا الآية هذه مجرد أنها منسوخة، كانت موجودة ثم نسخت. قال الرسول يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة. يعني زي مراحل تحريم الخمر. لا تحاول تساوي نفس اللي في كتابك علينا إحنا تابعنا. إن شاء الله يكون هذا مقطع مفيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام وكل خير بفضل الله تعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.